السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من موقعنا في الشيخ زايد هنشوف مع بعض أعمال تأسيس السباكة لشقة سكنية. الشقة هنا عبارة عن 3 حمام ومطبخ، وفيها صرف 5 تكييفات، وفيها صرف بلاعة في البلكونة. يلا بينا نشوف الشغل. أول ما بندخل من باب الشقة بيكون عندنا ريسبشن كبير جدا، بسم الله ما شاء الله. وفي الريسبشن ده بلكونة برضو كبيرة. البلكونة هنا عرضها 1.5 متر وطولها تقريبا 4 متر، فكان لازم ان احنا نعمل بلاعة فيها، وانا في كل شغل لازم بعمل بلاعة في البلكونة لصرف مية المطر. اسسنا هنا للبلاعة، بس البلاعة لسه ما ركبتش. ممكن نجيب بلاعة صغيرة 7 سنتي، او ممكن نركب قوة 90 ونجيب له وش بعد كده، او ممكن نركب صفاية مستطيلة صغيرة. صرف البلاعة ده طلعناه مباشر على الصرف الخارجي، لان كان عندنا هنا في حمام ضيوف بس احنا رحلناه من مكانه، فاستفدنا من الصرف القديم اللي هو لونه ابيض ده بتاع الحمام اللي اتلغى، ووصلنا عليه صرف البلاعة مباشر. اما بالنسبة لحمام الضيوف فهنا العميل طلب باودر روم، يعني حمام ضيوفه قدامه حوض. اول ما بندخل من باب الباودر روم ده بيكون عندنا حوض هنا، ده كده تأسيس صرف وتغذية حوض بس، يعني الجزء ده فيه حوض مش اكتر. لو في ضيف عايز يغسل ايده مثلا او يستخدم الحوض بس، فما يحتاجش ان هو يدخل الحمام. ده كده باب حمام الضيوف. بالنسبة لتقسيمة الحمام ده، ففي الوش كده فيه قاعدة معلقة سيفون مدفون، وعلى اليمين هنا في صرف وتغذية الحوض. أسسنا الصرف والتغذية ده على إنه يركب أي نوع من أنواع الأحواض، سواء كان بركبة، سواء نص ركبة، سواء كان حوض يونت وحدة أو حوض في الرخامة. وطبعا البلاعة جبناها هنا في جنب لوحدها، بحيث إن هي تكون بعيدة عن الحركة جوه الحمام، وفي نفس الوقت ما يكونش شكلها وحش، ما تكونش ظاهرة وشكلها وحش. في هنا محبسين لو خدتوا بالكم منهم. هنا المحبس اللي ناحية القاعدة ده محبس خاص بالقاعدة، علشان لو عايزين نعمل صيانة في القاعدة ما نفصلش المية على الحمام كله ونفصلها عن القاعدة بس. والمحبس التاني ده البعيد عن القاعدة ده محبس اللي بيتحكم في المية بتاعت الحمام، يعني ده يشغل مية الحمام كلها ويفصلها كلها. اما بالنسبة لتغذية القاعدة اللي هي الوصلة اللي بتوصل مية للقاعدة نفسها، فعملناها هنا جنب صرف القاعدة، بحيث ان هي تكون مخفية. بعد ما القاعدة تركب في التشطيب ان شاء الله ما هيكونش فيه اي وصلات من الصرف التغذية للقاعدة، الوصلات كلها مخفية، فبيكون شكلها شيك جدا. مفيش سخان هنا في الحمام، لان احنا وصلنا السخن بتاع الحمام ده المية السخنة بالمية السخنة اللي في المطبخ علشان نركب سخان في المطبخ. هنبص دلوقتي على المطبخ. شغل السباكة اللي في المطبخ بسيط جدا. الحيطة اللي في الوش دي فيها حوض المطبخ، وعلى شمالها هنا غسالة أطباق، وعندي هنا غسالة ملابس. وأسسنا هنا للسخان. السخان هنا ينفع يركب سخان غاز، ينفع يركب سخان كهرباء عادي، وينفع يركب سخان كهرباء فوري. رأينا في التأسيس ان هو العميل اي سخان عايز يركبه بعد كده يقدر يركبه من غير اي مشاكل. بالنسبة للحمام الرئيسي او الحمام اللي بيخدم على غرف الاطفال، الباب هنا هيفتح شمال، هيكون عندنا على الشمال هنا قاعدة معلقة سيفون مدفون. التصميم القديم او السباكة القديمة كانت مفترض ان القاعدة تركب في وش الباب كده، يعني تحت الشباك، ودي دخلت الصرف القديمة بتاعتها. بس العميل طلب مننا ان القاعدة ما تكونش في الوش، علشان الجزء اللي في الوش ده هيعمله بالكامل بانيو، وعملنا القاعدة على الشمال زي ما انتوا شايفين كده. رأينا طبعا ان الميول بتاعت صرف القاعدة تكون كبيرة جدا، فعندنا الجزء ده تقريبا متر من الحيطة اللي فيها الشباك في صندوق القاعدة. عملنا في المتر ده ميول 3 سنتي، ودي طبعا كفاية جدا لتسهيل صرف القاعدة.
الجزء اللي في الوش ده او اللي تحت الشباك او اللي قدام الشباك ده كله هيبقى بانيو بالكامل من الاول للاخر. فعملنا تأسيس الخلاط في الجزء ده كده في الجنب، بحيث ان اللي يقف قدام الخلاط تكون وراه مساحة كبيرة جدا يقدر يستخدمها بسهولة. اما بالنسبة للحوض فعملناه على اليمين هنا اول ما ادخل من الباب على اليمين، واسسناه برضو بنفس طريقة حمام الضيوف ان هو ينفع يركب اي حوض ممكن. وفي نفس الوقت اسسنا هنا السخان، بس سخان فوري بحيث ان هو يركب تحت الرخامة او تحت اليونت ويكون مخفي، فما يكونش في حيطان الحمام اي وصلات سباكة او اي مواسير سباكة خالص. وطبعا عندي هنا البلاعة حطيناها تعتبر جنب القعدة في الفراغ اللي هيكون بين البانيو وبين القعدة، وبرضو بعيد عن الحركة نهائيا. بالنسبة للعزل الحمامات وعزل البلكونة فاحنا كل المواسير اللي انتوا شايفينها دي هنفكها تاني لانها مواسير بجوانات سهلة الفك والتركيب، ونبدأ نعمل رقبة الازازة على الحيطان ونبدأ نعزل الارضية، وبعد كده نعمل لياسة فوق العزل، وبعدين نرجع نركب المواسير دي تاني. طب ليه ركبناها اصلا من الاول؟ علشان نتأكد ان احنا ما نحتاجش نكسر بعد كده في الارضية او في العزل بعد ما نعزل. هوريكم دلوقتي حمام الغرفة الماستر. اول ما بندخل من الباب بيكون عندنا هنا حوض لسه الصرف بتاعه بس مكملش، وجنب الحوض هنا في قاعدة معلقة سيفون مدفون. كان المفروض برضو ان الفتحة دي فتحة الصرف بتاعت القاعدة، بس احنا عدلناها برضو للعميل وجبناها على الشمال هنا برضو علشان يقدر يستفيد من الحيطة دي كلها ويعملها شاور 80 سنتي ويكون مرتاح جدا. بالنسبة لصرف القعدة فالصرف مشي هنا في الحيطة حوالي 60 سنتي. 60 سنتي دول عملنا فيهم ميول اكتر من 5 سنتي، فطبعا الموضوع الصرف هيكون مفيهوش اي مشكلة. ده غير ان احنا عملنا كوع بباب بره هوريه لكم برضو. بالنسبة للشاور هنا فأسسنا الخلاط برضو في الضلع الصغير علشان اللي واقف يقدر يستفيد بأكبر قدر ممكن من المساحة اللي وراه. وعملنا هنا صفاية شاور كيسل 65 سنتي، وعملناها برضو تحت مكان الخلاط على طول بحيث ان المية تنزل فيها مباشرة ويكون صرف المية بعد كده سهل في الشاور. والبلاعة برضو جبناها في ركن هنا جنب القعدة بحيث ان كل المنطقة اللي في النص اللي في الحمام دي ما يكونش فيها بلاعة وما يكونش شكلها وحش خالص، والبلاعة تكون شبه مخفية. بالنسبة لصرف التكييفات احنا لسه شغالين فيه لان في تكييفات كونسيلد لسه ما ركبتش. زي ما بقول لكم كده بالنسبة لصرف قعدة حمام الضيوف الكوع الرمادي اللي راكب ده في باب اللي هي الجزء الدائري ده، الباب ده بنفتحه لو في سدد بعد كده او لو عايزين نعمل تسليك لماسورة صرف القعدة. بس كده كده ان شاء الله ما هيحصلش اي مشكلة، بس احنا بنعملها زيادة امان او عشان نطمن العميل. وكل طبعا القواعد المعلقة السيفون او السيفون المدفون عملنا لها محبس خاص بيها للصيانة وعملنا لها تغذية مخفية. كل قاعدة ركبنا جنبها محبس خاص بيها علشان اعمال الصيانة لما نيجي نعمل فيها صيانة او لما يكون فيها مشكلة نقفل المحبس عنها بس، والمية اللي في ما تتفصلش عن البانيو ما تتفصلش عن الحوض. طب انا لو عايز افصل المية عن الحمام بالكامل يبقى من خلال المحبس ده اقدر افصل المية عن الحمام بالكامل. ده غير ان احنا عملنا وصلة بين المية السخنة اللي في الحمام الرئيسي والمية السخنة اللي في حمام الضيوف اللي هي الماسورة الخضراء دي. يعني العميل لو عايز يركب سخان في الحمام ده يغذي الحمامين مفيش مشكلة، لو عايز يركب هنا هنا سخان وهناك سخان برضو مفيش مشكلة.